السلام عليكم. كنا شغالين كده لستة لوز، فحبينا نوريكم آلات اللوز وبنحضر لها ايه واسماء كل آلة ايه. وقلنا ان استئصال اللوستين واللحمية هي احدى جراحات تخصص الانف والاذن. طيب، احنا عشان نشيل اللوز واللحمية، فاللوز عشان تتشال عندنا منها طريقتين. اما ان احنا بنستخدم الطريقه العاديه المدرسه الاولى في الجراحه بتاعت اللوز عن طريق خيط حرير، وبنربط ونشيل من غير ما نلسع بالبايبولر. انما الطريقه التانية والاحدث ان احنا بنستخدم جفت البايبولر وبنلسع بيه وبنستغنى عن الربط. يعني ده بيعمل هيموستيزيس، وده نفس الكلام بيعمل هيموستيزيس، بس ده عن طريق الربط وده عن طريق ان هو بيلسع. تمام كده. طيب، ناخد بس اسماء الالات آلة وبعد كده نفهمك احنا بنعمل ايه. اهم حاجه بس عندنا في التحضير بتاعنا، احنا بنحضر معانا حاجه اسمها كرات من القطن. احنا بنعملها بتثبت معاك عدد على الترابيزه، مثلا 10 او 15 في كل عمليه. بتختلف من شخص للتاني. اهم حاجه يكون معاك عدد ثابت على الترابيزه وعارف انت داخل بكام وخارج بكام. وليكن مثلا 10 كرات من الايه، من القطن. يكون معايا 5 قطع من الشاش المظهر معقم. ماشي. بيكون معايا في العلبه بتاعت او الصينيه بتاعت الات الانف واذن كالتالي: معايا نيدل هولدر ماسك ابر. خلاص، ماسك ابر نيدل هولدر في حاله ان انا هربط واستخدم بالايه، بالحرير. انما في عدم الربط مش محتاجه في حاجه. معايا حاجه اسمها الديسكتور او مشرح. باثناء وانا مثلا بربط بكنترول على اللوزه بتاعتي، خلاص كده عليها كده، وانا بحاول اربط او انا برسع، مفيش مشكله. ماشي. بيكون معايا حاجه اسمها ارتري ويكون ستريت، ده اسمه ارتري. ماشي. ويكون ايه، ويكون ستريت، لازم يكون ستريت. ماشي. بيكون معايا وصلة شفاط ميتال معدن، خلاص، مقاس مثلا 6 8 ايا كان. بشفط بيها البلد من جوه الاورال، من جوه الفم بتاع المريض بتاع الطفل او العيان بتاعنا. طبعا بنوصل هنا الخرطوم بتاع الشفاط بالفاكيوم سنترال سكشن، لكن بنشفط كالتالي. اهم حاجه صباعك يكون على الاوبن دي عشان ضغط الشفط كله يوصل للعيان واقدر اسكشن براحتي البلد، والجراح يعرف يشتغل بدون ما يكون كل الفم العيان دم. طيب، عندي حاجه اسمها الكحاته، دي اسمها كحاته، باخد بيها اللحميه بتاعتي كحاته. خلاص، في منها مقاس صغير للاطفال حاجه زي كده، او حسب اللحميه بتاعتنا، والكبار الادلت بيبقى السايز ده باين قوي في الشكل بتاعها، يعني اسمها كحاته. خلاص، يكون معايا حاجه اسمها لوكس او ماسك لوز. قول اللي يعجبك، لوكس او ماسك لوز. بمسك بيه اللوزه وانا بشيلها بالبايبولر بتاعنا. طيب، يكون معايا مقص طبعا ديسكشن، خلاص، هحتاجه لو انا مش معايا بايبولر وانا بشتغل بالربط، فانا بقص بمقص الديسكشن بتاعنا، اسمه مقص ديسكشن مشرح، يعني مقص تشريحي. طيب، بيكون معايا حاجه اسمها رايت انجل، بحتاجه مهم جدا عشان لو انا دافن جوه عند الاير واي بتاعنا شاشه ولا حاجه، عند المكان اللي هشيل منه اللحميه، بحتاج رايت انجل عشان اشيل بيه الشاشه ديت. اسمه رايت انجل، رايت انجل. ماشي. وخد زاويه اهو، انجل يعني زاويه. تمام. طيب، عندنا بيكون معايا نون توزد في حاله ان انا بربط نون توزد، نون توزد جفت بدون سن. طيب، يكون معايا حاجة اسمها الماوس جاج، ده وده اسمه على بعضه الماوس جاج. كلمة ماوس يعني فم، جاج حاجة بتوسع، حاجة بتوسع الفم بتاعنا. طيب، قلنا ده لوحده اسمه بليد، خافض لسان. بليد، بليد بيرفع لي اللسان، خلاص، عشان اقدر اعلق هنا عليه المشانق او المساطر اللي هقولها لك دلوقتي. فدي على بعضه اسمه الماوس جاج. وبليد مقاسات بقى 1 2 3 4 وهكذا يعني. ماشي. بليد والطقم كله على بعضه اسمه ماوس جاج. يكون معايا بقى حاجه اسمها جيفت بايبولر، ده اسمه جيفت بايبولر. بيبقى سريع وبيساعدني ان انا اشيل اللوزه بسرعه، بلسع بلسع بلسع. ماشي. وده الكابل بتاع البايبولر بنوصل عليه الجيفت بتاعنا، بنوصله هنا كده، هنا بنوصل الجيفت بتاعنا. تمام، هنا كده مكانه، وهنا بنوصله في جهاز الدايثيرمي. ان شاء الله هنفهمك الكلام ده لما نيجي نشتغل ونشرح جهاز الدايثيرمي.
فقلنا ده اسمه كابل بايبولر، ده جيفت بايبولر. في منه الكيرف والستريت، ده ستريت اهو، والكيرف منه بتلاقيه نفس السن ده كده بس واخد سن الكيرف لقدام. الكيرف يعني جاي اعوجه كده. يكون معايا جفنه عشان احط فيها الملح بتاعنا، ملح ماشي، محلول ملح يعني جوانتات لاتكس او معقمه على حسب الجراح هيشتغل بايه، مفيش مشكله. العمليه دي مش تعقيم 100%. ماشي. يكون معايا طبعا طقم المساطر والمشانق، حاجه اسمها ده اسمها رولر يعني مسطره بتاعتنا، والمشانق بتاعتنا يعني الترايبودز او نقول مشانق على طول. ماشي، ترايبودز او مشانق، قول اللي يعجبك. يبقى تاني، ده طقم المساطر والمشانق بتاعتنا، وكابل البايبولر، جفت بايبولر، وجفت اللي بحط فيها الملح، رايت انجل، لوكس او ماسك لوز، كحاته كبيره، كحاته صغيره، وصلة شفاط، ارتري، ستريت، ديسكتور او مشرح، نيدل هولدر، بكرة الخيط بتاعة الحرير، مقص جراحي. يكون معايا نون توزد، معايا طقم الماوس جاج بالكامل بتاعنا. طبعا مفيهاش ايه القطن والشاش. التركايه هنا ما تمسكش قطعتين من القطن وتدعكهم وترلهم حوالين بعض مهما حصل. بص كده لسه منفصلين، فممكن الجراح ينسى دي جوه ويديك واحده وانت في دماغك ان هي ايه واحده، الاتنين طلعوا، لا، هتلاقي دي جوه ودي ممكن تدخلك في مشكله كبيره. فحافظ، انت داخل ب10 كرات من القطن، اخرج ب10 كرات من القطن. نفس الكلام الشاش المظهر، دخل ب5 اخرج ب5. ده كان فيديو النهارده عن آلات اللوز واللحميه، سواء بطريقه البايبولر او الربط. لو الفيديو عجبك تقدر تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك تقدر تعمل شير ويعني شرفنا كده ان انت تعمل لنا لايك للبيج بتاعتنا، ونشوفك على خير باذن الله في الفيديو القادم. سلام.